القبيلة اللي ناسبت الجن. وإيش قال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه والله يرحمه؟ كان يقول أو مقولته المشهورة لهذه القبيلة: في السماء برقية وفي القاع مرية. فهذه قصتنا لليوم. فايش سالفة يا علي؟ قبل أن نبدأ لا تنسونا من لايك والمتابعة وبسم الله. في بداية قصتنا تحكى أن في رجل يدعى بعلي المري، وعلي كان عنده حلال، يعني الحلال هو الإبل والغنم وسائر الأغنام هم من هذا القبيل. ففي يوم من الأيام كان جاي لعزبته وشوي إلا ويشوف نص حلاله ميت يدمه بكله، وما تبقى من حلاله إلا 4. فإيش سوى علي علشان ما يمرض حلال الباقي؟ قرر إنه يدور بيطري، يعني الطبيب المختص للحيوانات، ما أتوقع اسمه طبيب، أتوقع اسمه بيطري. فقاعد يدور في البر كذا، حس إنه بيكون موجود منه. قاعد يدور يدور يدور، يقال إنه جاء أو حل الليل وهو يدور فشاف مرة كذا تخب. في يوم قاعد يشوفها تخب، إلا هي تخب ووراها ذياب. افتعز الرجال وراح لحقها مع بندقه، راح هو بندقه يدور بيطري شو إلا هذه المرة اللي يلحقونها ذيابها. وتعرفون الذيابة من تطرد ومن تاكل. فقام علي ويذبح الذيابة. فشاف المرة، فالمرة قاعدة تشكرها تقول بيض الله وجهك وأنت، لا ما قالت بيض الله وجهك، يعني شكرته. فيوم شكرته قالت له أنت سويت فيني جميل، فاطلب وامر تدلل. لا غلط، بالغلط هذه يوم تدلل وبعطيك اللي تبيه. شاف علي المرة كيف ما شاء الله انها جميلة، فقال انا ابي اتزوج. فقالت تدري ان انا ابو بنسية؟ فقال حبيبي ما يهم، انت تم، يعني هو ما قال بس انه قال تم. فقال خلاص بنروح عند اهلي ويعني ان شاء الله نحن نتزوج. فراح علي، يعني ما شاء الله هو صامل مصمل الرجال، فراح لأهل البنت. أول ما راح وعلمت البنت أهلها السالفة، فقالت الأم حنا موافقين والأب، ولكن في شرط. أعطاه عدة شروط، من أبرزها أو الأساسي حقها أنك ما تذكر الله عز وجل، وبنتي عندك اطلع برا تحنحن قبل لا تدخل عشان تدري، لا تذكر اسم الله ولا تدخل إلا قبل ما تحنحن عشان تدري المرة. فقال تم من عيني ذي قبلتي شيء ثاني. وفعلا تزوجها علي. في يوم تزوجها مرت السنين، وعلي جاب من المرة هذه بنت يعني ما شاء الله كانت نفس جمال أمها، جمالها ما شاء الله تبارك الله زين، والأم زينة، وعلي ما أدري شو قال. ففي يوم من الأيام علي ما شاء الله سج، فدخل على المرة وهو ما تحنحن. في يوم دخل لقى المرة شال راسها كذا حاطة جنبه قاعدة تمشط. فانصدم علي، فقال بسم الله. أول ما قال بسم الله فقامت المرأة تصيح. فأول ما شافها علي مسك أو لقط بنته وطلع من الخيمة وشوي ويضرب برك على الخيمة. فأول ما ضرب برك على الخيمة فقامت الأرض وتبلع الخيمة والمرأة. فأول ما بلعت الخيمة فطق علي بنته من هذا المكان. فمرت السنين وزوج علي بنته لواحد من أولاد القبيلة اللي هو فيها، يعني تعرفونه هذه من أسلم القبائل. فأول ما تزوجت البنت هذه وجابوا عيال سموهم عيال الجنية، وكما يطلق علينا عيال الجنية. ونفس ما قال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه: فالسماء برقية وفي القاع مرية. فبس في الختام سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومع السلامة.